ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل تتبيله دجاج بالطريقه التركيه. بجد طعمها لذيذ جدا وتتبيله سهله وحلوه قوي. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني لايك واشتراك في القناه. هنجيب هنا الكبه بتاعتنا هنحط فيها 4 حبات من الطماطم. بعد كده هنحط هنا بصلايه تكون كبيره متقطعه. بعد كده طبعا هنحط هنا قرن فلفل حامي، وهنحط 5-6 فصوص من الثوم، وهنحط كمان عصره ليمونه كامله. هنحط طبعا الملح والفلفل، وهنحط كمان الكاري. هنحط البهارات اللي عندنا كلها كده تمام. طبعا جهزت معانا التتبيله. هنحط كمان 3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده طبعا هنضربها كده كويس لحد ما تنعم معانا بالشكل ده. طبعا هكون مجهزه الفراخ مغسوله كده كويس ومنشفينها، وبعد كده هنحط التتبيله على الفراخ وهنسيبها لمده ليله كامله او قبليها بنص ساعه علشان التتبيله تتشرب كده من الفراخ وتبقى طعمها حلو. هنقلبها كده كويس. بعد كده طبعا هكون مجهزه هنا 4 حبات من البطاطس. هنقطعها بالشكل ده، السمك بتاعها بيبقى سميك معانا شويه. طبعا هنقطع ال4 حبات البطاطس بنفس الحجم ده. نخلص الكميه كلها بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هنجيب هنا طبق البايركس بتاعنا. طبعا في الوقت ده هكون مسخنه الفرن على درجه حراره تكون عاليه معانا. هنحط البطاطس، وبعد كده هنحط الفراخ عليها كده من فوق. هنوزعها بالشكل ده. طبعا هنديلها كده تقليبه كده البطاطس من تحت، تقليبه بسيطه، ونظبط كده الفراخ كده. طبعا بتبقى جاهزه معانا. هندخلها طبعا الفرن لحد ما تستوي معانا. هتقعد كده حوالي ساعه او ساعه وربع في الفرن لحد ما تستوي وتاخد لون حلو جدا كده. خلاص طبعا الطبق جاهز معانا. هندخلها الفرن على طول لحد ما الفراخ تستوي وتاخد لون جميل بالشكل ده. وبعد كده نحط لها كده رشه من البقدونس كده من فوق، وبتقدميها مع رز والسلطه وبألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك واشتراك في القناه. يلا باي.